السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصة الدار المباركة، أو لا قصة حنان وجابر اللي خليناها في اقتراح الحاجة مباركة لحنان وجابر باش يتزوجوا. ويلا هو معايا باش نكملوا قصتنا. الحاجة مباركة اللي دورت عينيها ما بين جابر وحنان، جابر وحنان، وتخيلت ديك الصورة ديالهم وهما مزوجين ولدها. وما تكرهش ليه شي بنت الناس ما تقدرش تدخل، ولكن جمعات شجاعتها وقالت اللي ليها ليها وطلقتها لهم. انا في نظري خيرنا ما يديه غيرنا بنتي، وانا والفتك ولفت ادم ولدي وربي شاهد عليا، كنحسبك بنيتي انتي بنتي، وطال الزمان من الأقصار غيخصك راجل تكملي معاه حياتك ويكون أب لولدك. وهي تشوف جابر وقالت وانت ولدي حتى انت غيخصك مرأة اللي تكمل معاك حياتك، علاش لي ما تزوجوش شي بجوج؟ طرطقت فيها عيني وقلت لا 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 لا. هزات يديها ليا بمعنى خليني نكمل. ديروها في يد الله وليداتي، صليو صلاة الاستخارة ومنها سدوا الباب على داك. استغفر الله، استغفر الله العظيم. ومنها تزوجوا وديروها فترة تعارف، ديروها نتوما كاع فترة تعارف، ولكن بنية الزواج تكون كاينة، ماشي زواج اتفاقي. انا اللي يالله غنجاوبها. حتى قفز جابر بالكسدة ديالو لقدام وهو حط مرفقيه على ركابيه وقال ان شاء الله يكون خير. الحاجة اللي صفقات بيديها وقالت الله يرضى عليك ولدي، والله تاويكم من الخير. بقيت حرفيا مصدومه. ناض جابر مع المحامي وهما غاديين وكيهضروا، وجات الحاجه مباركه حدايا وقالت بنتي شفتك ما هضرتيش، قول شي حاجه، حنا ماشي بززنا عليك، بغينا غير الخير. اش قلتي؟ لا ما عجبكش هذا الحل نمشيو مع الحل اللي طريقه طويله، ولا ما عجبكش جابر نشوف. لا 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 الحاجه ماشي هكاك، ماشي هكاك. سي جابر الله يعطيه الخير عرفتو بغى يعاوني، ولكن انا راه ما كنتش كاع كنفكر في الزواج، راكي عارفه، وحتى لا غنفكر ماشي دابا. هادشي علاش تصدمت. اما ولدك الحاجه تمناه اي مرة، واش اللي مربيه هاد الام فحالك يتعب؟ الله يخلي لك الحاجه. الحاجه فرحانه وقالت امين امين يا بنتي. واش شنو دابا موافقه؟ سكت، بقيت متردده صراحه وقلت من جهه همي كله نتهنى من داك وجه الويل، ومن جهه اخرى ما نقدرش نجرى معايا السيد في هذا المعمعة غير باش نخدم مصلحتي. ايوا يا بنتي ما توقفي شي ليه في طريق هذا الخير وربي يسر له فيه. دخل جابر وتفرقنا، وبقات الامور غير واضحه تماما ديك الليله اللي كل واحد فيهم وفاش بات كيفكر. حنان اللي باقا متردده وعاد كتفكر في هادشي مزيان، اما جابر فهاد الحل نزل على قلبه كيف الثلج. من بعد ما كانت شي جمره كتكوي في قلبه وهو ما عارفش علاش. والحاجه اللي فرحانه لهم كتصلي وتدعي ربي يسخر في هاد الزويجه، حافظه ولدها وحفظت حتى حنان في هاد الشهور الاخرين وجاوها زعما يقدروا يتوالموا. وعاد حنان مع عمرها تدي عليها ولدها ولا تقلبوا عليها. هكذا فكرات. وجا الصباح في دار عم حنان كانوا جالسين على الطبله ديال الفطور زهير امه وباه. عم حنان نطقات مرت عمها السعديه وقالت متاكد متاكد دريه ما في خبارهاش الارض محفظه بسميتها؟ جاوب عمها وقال متاكد. علاه منين غتعرف؟ امها اللي عارفه راها ماتت. السعديه ضربت على فخاضها وقالت ايوا راه غتكون قايله لها، علاه هي ما غتعلمش بنتها باش تنوض تشد الارض وتبيعها مثلا؟ زهير اللي تا هو بغى يخشي كرموسطو في المعمعه وقال كوني هانيه الوالده، ديك الارض ديالنا وغتبقى ديالنا، غنتزوج بحنان وكل شيء غيولي ديالي. عمها اللي للان مازال ما خبروش قضيه الاعتداء قال كامبو تسير
الارض وكون كنتي راجل كاع ما يلعب لك الماء تحت رجليك والدريه دير الصاحب وتهرب معاه. ايه، ايه هذه قطة ديالي زهير ومو ما باغيينش حنان حبا فيها ولا في ادم، باغيين يضمنوا الارض بين يديهم ويكملوا في استغلالها لمصالحهم. اما الفيلا، باش نكمل لكم، زعما حنان راه ما كانوش ساكنين في دوار، ولكن باها وعمو نهار اللي تفرق في الورث كل واحد وجا في حقه شي حاجه. عمها طب الفليسات وباها بقى محافظ على ديك الارض. ايوا حتى جا عمها ودارها في جيبو. المهم نكملوا. في الفيلا عند الحاجه مباركه الامور بقات غاده بتقاله، وامينه اللي ساقت الخبار وطلقتها بواحد الزغروته يا عين يا ليل، وقالت ومن الصباح وانتوما تعاودوا ليا، بداو ليا بهذا الخبر هو الاول. شافت في حنان اللي مغوبشه وحشمانه في نفس الوقت وتالفه وقالت وما عندك مناش تخافي، الا بقيتي في حالي هكا وتبقاي تسناي. شوفي انا بقيت ملاهيه مع ولدي وهاربه من الزواج، شحفت مصطفى، وفاش تزوجنا وليت نقول كون غير وافقت قبل، وجابر ولدي غزال 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 بلا قياس. صونا تليفون الحاجه لقاتو جابر، ابتسمت وجاوباتو عاد ذكرناك بالخير وليدي، هاني لاباس عليك. جابر اللي جالس بيروه قدامه عماد ولد امينه وقال الحمد لله الوالده، عيطت لك نقول لك وجدوا راسكم العشيه غيجي معايا العدول والمحامي باش نديروا العقد. ولدي راه ما وجدنا والو لا واه. من بعد الوالده، من بعد المحامي راه عيط ليا وقال لي القضيه فيها شي ورث والقضيه فيها الطمع، نسبقوا هذه الخطوه باش حتى هو يافونسي في اموره في المحكمه، والباقي ديري على خاطرك. واخا ان شاء الله وليدي يكون خير. قطعات معاه وهي كتشوف امينه وقالت يلا نوضو، نوضو جدو راسكم، صيفطي مصطفى يتقضى ويجيب كاع اللي خاص العقد في العشيه. وحلي الماء وشرقات ليا. كيفاش واش صافي؟ نوض، نوض بنتي نوض، قال لك عندك شي ورث ما ورث هو اللي منوض هاد الصداع يلا. عارفه ولكن راه عمي خدا كل شيء، واش باقي مازال نقدر ناخذه؟ الصراحه عمري سولت. امينه اللي قالت يلا يلا من بعد هاد الشيء ديال الورث، نوضي بعدا دابا للحمام، انا نعيط للبنات يجيبوا لك ما تلبسي من لاتولي يلا يلا. الحاجه دخلي حتى انت للحمام. هزيت راسي في البنات سهام ومنيا اللي وقفوا علينا من بعيد، بقيت نشوف فيهم وتوترت صراحه. دابا غيقولوا عليا غير شي وحده اللي دارت بمول الدار، حتى بانوا ليا كيقربوا مني وعنقوني وباركوا ليا. صافي نط انا والحاجه وولدي بقى معاه البنات، دخلنا للحمام. صراحه فركتها وفركت راسي مزيان، كان كلشي موجود ودوك لي برودوي ديال التعاونيه الطبيعيه نفعونا، وهاد التبريمه ها الاعشاب للشعر ها ما نعرف شنو، زعما داكشي النيت ديال العرايسات بصح. صافي سالينا لبسنا وطلعنا حيت كان عندهم الحمام البلدي تحت. لقيت الدنيا مرونه وامينه كتوكل ادم، خديتو عليها وطلعت نبدل ليه ونبدل حتى سمعت الدقان. حليت الباب لقيت واحد البنت زوينه لابسه كلاس، شعرها صابغه بالماغون ودايره مكياج زوين، وموراها بنت وحده اخرى حتى هي جامعه شعرها بقراص ولابسه كسوه كحله حتى للركبه وهزه فاليز. فهمت منهم من بعد انهم حتى هما بنات الحاجه، وكانت كاع بناتهم. كوثر ميك اب ارتيست، ويسرى خدامه في الاتوليه خياطه، جات 3 ديال التكاشط معاها، وحده بيضه وعامره بالحجر، والثانيه كانت في النيود وفيها هكذا مطرزه بالذهبي. وحده هي اللي عجبتني بزاف جايه على هذا النهار، خفيفه وحليلوه وزوينه، كانت في شيبي بارد وفيها طريزات في الكمام في الموف بارد والصفيفر بارد هكذا باش ما تجيش معيقه. يسرا اللي حيدتها لي من يدي وقالت علاش اختي علاش واش انتي عروسه ولا معروضه؟ هذه جبتها الامينه. لا 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 غير عطيها وحده من دوك الجوج صافي، خلي ليا هذه خفيفه. قالت يسرا وراه انتي اللي عروسه واش هي غتلبس الذهبي؟ لا 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 عافاك، عافاك غير خلي ليا هذه هي اللي عجبتني، وزيدون راه غير ضرب صدق خفيف، ما بغيتش نجي فلاشيه بزاف. يسرا اللي قالت العجب كوثر وتهلاي فيها في الميك اب. وقفت وقلت لا 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 عافاك عافاك غير شويه غير خفيف غير خفيف زعما.
يسرا اللي قالت: ايه ايه غير خفيف. هي خويا جابر كيغير وقال لك ما تكتيش. بقاو هما كيضحكوا، وانا سهيت فهضرتها وفاتشي اللي طاري طاح الظلام. وجات امينه دقات ودخلت وقالت: بسم الله ما شاء الله غزاله تبارك الله. تكشيطه خفيفه كي قالت يسرا، ولكن جاتك غزاله يا بنتي. واخا مشات بسخانتها، علاش اللي ما حيدتيش الفولار وحنا غير بيناتنا وما كاين البراني. وهي هبيله ديك يسرا، عرفتي شحال راه صاوبه، قالت البنت صاوب ليا شعري زعما راه دايره لي مشيطه اللور خفيفه. قالت لي والو تحيدي الفولار، ولكن اش نشرح ليها. وما تديش عليها، يلا يلا نهبطوها بنتي، راه كلشي واجد كيتسناوك غير تهبطي نتيا. وادم ولدي راه مع الحاجه غير زيدي. هبط وانا شاده في امينه والرعده شاداني من صبعي الصغير حتى لراسي. كتبان ليا الفيلا مبدله على كي دخلت قبيله وخليتها. الورد مفرق في الصالون، ريحه البخور فايحه. سهام ومنيا اللي كانوا لابسين قفيطنات بساطين بلا حزام وكيصليو على النبي، الصلاه خاويه. كانت غير الحاجه اللي هزه ادم والمحامي وولد اختي ولد خالتي امينه ومصطفى زوج ديال الرجال لابسين جلابه بيضاء، عرفتهم يعني العدول واللي معاه. واخيرا هو عليت عيني وهي تجي في عينيه. كان لابس بدله في البلو نوي، شوميز بلو سيال وما دارش كرافات كالعاده. جا قتال. حشمت وحضرت عيني. هو اللي قال في خاطره: لا، زينك وشوفي فيا. حضاها من فاش دخلت وهي كدور عينيها على الحاضرين، وهو مبهور مبهور إيه بجمالها البريء اللي برز ونور، وبانت مختلفة جدا هاد الليلة. حتى جات عينه في عينها وشاف دوك العيون الخضر وداك اللوين ديال التكاشيطه كيجا معاها ومع عينيها اللي خدمتهم ليها كوثر مزيان حتى الفاش نزلاتهم، ولكن ما سخاش. جلساتها امينه حداه وبداو العدولات مباشره حتى وصلوا لمرحله السؤال وسولوها ووافقات، وهو كذلك وافق ووقعوا. والشهود كانوا هما مصطفى وعماد. صافي من بعد تدفع العشاء وتعشاو وبداو كيمشيو العدول مصطفى وعماد، وحتى جابر خرج معاهم، بقاو غير النساء في الدار. باركوا لها وتفرق المجمع ديالهم حتى هما. هزيت بلدي وطلعت لبيتي، ما عرفتش كيفاش غنبدا نتصرف من بعد. واش نغير شي حاجه في تعاملي معاه ولا نكمل عادي. وقررت الصراحه انني نكمل عادي. صافي مشيت نبدل حوايجي وندوز ونعس ادم. جابر اللي من بعد ما خرج مع العدول رجع لقى الدنيا مشطبه وقال: او عادو نسو ولا تعطل زعما بزاف. طلع مع الدروج ووصل لبيتها، وقف عند الباب يلاه بغى يدق، بقى متردد واحد شويه، في الاخر نزل يدو ومشى لبيتو. دازت هاد الليله وسرقات الشميسه في هاد النهار جديد. فقت على يدين ادم اللي كيخربش في وجهي باش نفيق مع 8 ديال الصباح. واش ما يمكنش انت تصبح ناعس؟ قول قول. وبديت كنهرر فيه وهو كيضحك، ديك الضحكه ديالو عندي بالدنيا وما فيها. فقنا انا والفنكوش وبدلنا علينا ونزلنا لتحت الكوزينه نوجدوا الفطور. حتى كتقول لي منيا: لا 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 اختي حنان، غير سيري تجلسي، غير قولي لنا شنو بغيتي حنا نوجدوه ليك. شفت فيها وانا نقول: خلاص منيا ما تعيقيش عليا، راه ما تبدلت حتى حاجه، الله يهديك. صافي. ايوا كملنا عادي كنتوانسو، وامينه حتى هي كتقول لي: سيري جلسي انتي صباحه عروسه، بقاو شادين فيا. قلت لهم والو. ايوا ولا واه، عرفتي شنو، ما غاديش نجاوبكم، نخيت ودابا باش ندوزو الوقت. صافي كالعاده امينه بدات كتحط الفطور وحنا يلاه كنشدو بلايصنا باش نفطروا. وهي تجي لي الحاجه: حنان بنتي صباح الخير، اجي تفطر معنا. لا لا الحاجه غير خليني مع البنات عادي كيف ديما، عافاك عافاك. وهو مشات الحاجه وجمعات حواجبها وقالت: واقيلا راك فاهمه غلط بنتي، البنات ما كيفرقوش الفطور معنا حيت زعما كنقولوا الخدامات ما كياكلوش معنا. لا لا حاشا، البنات
كيفطروا هنا غير ملي كيكون جابر، يعني كلها مشات تيارو. اما نتينا راك مراتو، اجي يا بنتي تجلس معنا في الطبله اجي. صدماتني الصراحه وضهجراتني، بانت ليا مغوبشه صافي ما حكرتش معاها، نط موراها بلا ما نهضر. كنت لابسه قندوره فراشه في الاخضر بارد وفيها ديتاي، شي ديتاي هكذا بالالوان في العنق وفي الكمام وشال في الباج. مشيت معاها للطبله، كانت امينه كتوكل ادم اللي شافني بغى يجي عندي. هزيتو وجلست معاهم غير كنوكلو، اما انا ما قديتش غير كنشرب اتاي وصافي. جابر اللي بقى حاضيها وعرفها حشمة تجي وهاد الجلسة مبرصتها وهو ينوض وقال بصحتكم ولا ما تسناوني الغدا الوالدة. دازت الايام بروتين رتيب ما كاينش فيه بزاف ديال الاحداث، من غير الدعوه اللي راها غاده في المحكمه وقرار الابعاد خرج هو الاول، بينما قضيه الاعتداء والورث باقا شويه طويله. ولمياء جات عندي جوج مرات، مرة تلاقينا في واحد القهوة جاية قريبة لافاك صراحة، داني مصطفى وبقى كيتسناني حتى رجعني. وهادو كانوا التعليمات ديال الحاجة وديال جابر كذلك. وفعلا داكشي اللي قال المحامي هو اللي كان. زهير حاول يتلاعب بالحقائق وقال باللي كنت انا وياه مع بعض. لك شفتو الكذاب الاخر الشماتة، اصلا كون كان راجل ما ينويش على الغدر من النهار الاول. داز شهر ونص وبديت كنولف نتلاقى مع جابر عادي في الدار ولا في الطبلة وصافي. اليوم جايه يسرى هي والبنات، من داك النهار ديال درب الصداق لصقاتني لصقه وحده. نديرو الشوتينغ القفاطن والتكاشط اللي كيصوروا في لاتولي، غير نصور بهم باش يحطوهم في الكتالوج وصافي، زعما ماشي في السوشيال ميديا وداكشي. هذيك البنت عندهم عارضه واحده اخرى غير كيبغيو ينوعوا. وطلبات الحاجه دوز الجلسه ديال التصوير في الصالون هنايا في الفيلا باش نكملوا الصوره ديال الاصاله ديال القفطه المغربي في داكشي هكذا على اصولو بلدي 100%. وافقت اكيد صراحه، وافقت مادام الكتالوج فقط للاتوليي باش الا جاو الكليان يشوفوا الموديلات والكليان عيالات، وعاد مصوره بالفولار. والمقابل كذلك كان مغري صراحه. دابا كنحاول نجمع شويه الفلوس تحت مني. ايوا يسرى اللي جهت شي 25 قفطان وتكشيطه، واكيد جابت معاها كوثر على ود الميكاب، وزوج بنات اخرين مكلفين بالصور والاضاءه. وهاد المره كوثر دارت فيا ما بغات، صوبات ليا حتى شعري واخا ما باينش، قالت لك لا والو غير صوبيه هكذا، كدير لك الخدمه كومبلي واخا هي ميكاب ارتيست، ولكن على زعلات خدمتها في الشعر. تبارك الله عليها صراحه، غاده مزيان في هادشي ديالها. دازت هاد الجلسه غزاله صراحه، كنا مقشبين وضاحكين. الله، جونا حنا البنات والله الا بوحدو، راه غير ما كيفهموش لينا وكيقولوا علينا نكديات. عييت صراحه، عييت هاد النهار. والبنات جمعوا ماتريالهم وزادوا، بقينا غير حنا. بست عليا قندوره خفيفه في الغوص، وشعري طلقتو حليتو من ديك المشطه ودوك المقبطات دوك الفلايله كدا الدبابيس الصغيورين، دوك اللي كانت دايره لي كوثر استعدادا مني باش غير نشربوا واحد كاس داتاي. عاد عاد نطلع في حالي للبيت ندوش عليا. ايوا امينه كبات 3 الكيسان وعطات لادم بنانه وقالت الصراحه تكشطات غزالين وتاوك غيخرج الكتالوج غزال. جاوبتها حتى انا وعطيو كنا ناشطين، قلت لها فنين شوفي فنين حمقوني كاملين. الصراحه هذه هي الخدمه الزوينه، لبسي وعاودي وتفركسي وفي الاخر تخلصي. ايوا بنتي يسرا راه كتصيد غير الهمزات، ودابا لا حطات عليك العين غتولي كل كوليكسيون جديده خرجت تجي لعندك. انا اللي تحمست وجاوبتها بكل فرح، قلت لها بصح يعني مازال باقي نعاود نخدم معاهم هاد الخدمه. انا واه بنتي مالكي خاصك شي حاجه معنا، شاد الحماس كامل. لا لا لا، الخير كله من عندكم. غير هو الصراحه شي حاجه اللي ما عمري توقعت نديرها ولا ندوز جهتها، خدمه جابها لي ربي حتى لبين يديا، وما عرفت تحمست وعجبني الحال. وخصوصا انها بالشروط اللي بغيت، خدمه ديال العيالات بيناتنا غير حنا العيالات. امينه اللي قالت هي غتولي عارضه ازياء. ضحكت حتى ما قديت قلت لها عارضه ازياء كاع امينه؟ لا لا لا، شوفي غير عجبتني كخدمه نعاون بها راسي
وعلى ما نقرا المحاماة راه هي عشقي الأول. درت شفت في الحاجة وقلت هكا حسيت براسي تخلصت بصح حقيتها بصح. انا عارفه كان حاجه واخا كتخلصيني، ولكن كنحس براسي ما كنخدمش مزيان بالقرايه وادم، واللي حتى هو نتوما اللي معاونيني فيه. اقل حاجه هي انك ما تخلصيني في حاجه. والله حاجه مباركه اللي عقدت حي غبشه وقالت ايوا بديتي عاوتاني يا بنتي الله يهديك رزقك هذاك واه. باقي كتهضر الحاجه حتى كنسمعوا صوت خطوات جايه مع الباب، وما جاو فين يستوعبوا حتى دخل جابر مع الباب اللي خلاو البنات قبيله. فاش خرجوا خلاوه مردود، ما جروش سدوه كامل. ومع دخل ضرب فيهم جالسين. حنان جمدت في بلاصتها. امينه اللي قالت السلام عليكم بان ليها السيد عينيه مفيكسين في واحد الجهه. دار لقاتها حنان وهي تفطن بسرعه، شافت الحاجه اللي حتى هي شافت فيها ودغيا تفاهموا. علاه ماشي امينه تربيتي يدي الحاجه مباركه. ضربوا الطم وخلوهم هكاك، هي مجمده في بلاصتها مصدومه من انه دخل وشافها هكذاك مطعرجه كي قالت هي، والشعر عريان ومطلق على لا على طولته. اما هو سي جابر اللي كان في خاطره تيقول غير ما شاء الله حوريه فوق الارض. مازال ما كملتش حد دقيقه الملحميه ما بين ابطالنا اللي خطط لها القدر، حتى شي خطوات جايين موراه. هو اللي فطن بسرعه وباندفاع، مد يدو اللي دخل بمعنى حبس وقال هوب 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 شويه وانت فيك الخفه حنحن دق. عماد اللي ما فهم والو قال مالك جابر؟ لا لا لا، ما قدهم فيل زادوه فيلا. الله يا ربي وعدنا من الفوق. بقيت ندور يمين شمال يمين شمال، اش غندير؟ هزيت المخده درتها على راسي كي والو، عاود تلحتها جريت لناب ديال الطبله حتى هو حطيته على راسي. ما صالحش هادشي لا 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 لا. وحتى الا جيت نهرب غندوز من حداهم ما عندي كي ندير. الحاجه اللي حيدات زيفها وقالت لي هاك بنتي هاك زيفي، شديته من عندها مع لويتو عليا، هزيت جليلي وهربت طلعت في حالي. جابر اللي دار حداها حتى طلعت عاد هو يقول لعماد ودابا دخل. عماد هو مستغرب قال مالك العشيرة اش تما؟ الحاجة وبكل براءة هي وأمينة شافوا بعضياتهم وتغامزوا، وهي تقول أمينة لا والو وليدي غير مرات خوك ما كانش دايره الفولار. عماد اللي دار شاف فيه وقال وهو كيضرب على كتفه اياه كتغير اخويا بدا كيضحك. جابر اللي خنزر فيه وزاد طلع. امينه اللي قالت لعماد ايوا كنت حشم من خوك وما تصرش عليه دوك المواضيع بعادين عليك. اما هو اللي كان غادي لبيتو حتى رجع دق عليها الباب. حنان اللي كانت يلاه دخلات حيدات الشال ديال الحاجه وبقات غاده جايه في داك البيت وكتقول علاش قال لك حنحن وحنحن انت. الله يا ربي شنو غندير؟ حتى سمعت الدقان مشات حل الباب وهي كتهضر غير بوحدها. امينه ما تقوليش ليا حتى لقاتو هو اللي في وجهها. ما عرفت باش تبليت هذا اش بغا بلاتي بلاتي لا 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 لا. يلا جيت نخبط له الباب في وجهه ويلقى رجليه ويديه ودفعو، الشيء اللي خلى ليه لاسباس فين يزيد واحد جوج خطوات لداخل. وقالوا هو عقدهم. علاش نازله بلا زيفك؟ رجعت للنور هزيت داك الشال ودرتو فوق راسي وقلت واش لاباس من نيتك؟ علاش جاي داخل لبيتي وانت شغلك؟ مع قلتها وانا نفطر باش نخرج من فمي وانا ندير ديك يدي على فمي قلت اسمح لي. وعلاش كنهبط صوتي؟ راه هو اللي داير الغلط. زعمت وكثر وقلت ليه راه انت اللي داخل بلا ما تدق ولا تحنحن. النصيحه قبل ما نعطيوها كنديروا بها بعدا حنا الاولين. ميل راسو وشاف فيها بابتسامه على بيا وقال اش من النصيحه اللي عطيتها وما درتش بها انا الاول؟ حنان قالت وهي مقلداه حنحن دق. جابر زاد خطوه لقدام وقال دقيت. ردت عليه بتوتر وقلت وحنحن انا ما مولفكش كتدق عليا في بيتي صحاب ليا امينه باش نعرفك انت.
جابر اللي عاود زاد خطوة أخرى مقرب كتر وقال: عادي، شنو الفرق؟ حنان هاد المرة بعصبية: واش هذا كيستهبل عليها ولا شنو؟ كيفاش عادي؟ اش من عادي؟ راه ما كنتش دايره الحجاب ديالي. جابر اللي عاود زاد خطوة أخرى حتى ولا أنفس معاها عينيها في عينيه وقال: ومن بعد وقيلا راك مرتي لا؟ إيوا خلاص، زواج اتفاقي وصافي. مال بالكسدة ديالو لقدام ومحني شوية بحكم كانت قصيرة عليه، وعطاها جوابها في ساعة: لا، فترة تعارف، ما درناهاش قبل الزواج، كنديروها مور الزواج. حنان تلفات وتوترات من داك القرب، رجعات خطوة اللور وقالت: م... م... ما فهمتش. ملامحه اللي كانوا مرخيين وهادئين عاود تجمعوا وبانت عليهم تخنزيره خفيفه، وقال باقتضاب: المره الجايه هبطي بزيفك وردي البال تصرفاتك، راكي مرت الراجل. ظهر عاطيها بالظهر غادي حتى ضرب جوج خطوات وهو يكمل: وإلا راه خيلك راه غير لصغار سنك ومخليك تولفي. كمل طريقه وخرج وسد الباب. اويلي اويلي، واش هدا دايرها بصح؟ انا اللي كنت كنقول غير داير فيا خير زعما. بلاتي بلاتي، واش غير عليا؟ ترسمات واحد الابتسامه كبيره على شفايفها والفراشات بدات كتحس بهم في كرشها بمجرد ما فكرت في هذه الفكره. وهو اللي دخل لبيتو كان غادي للحمام حتى تفكر الطريقه باش جاوباتو. ابتسم وقال: برهوشه. تحل ليها اللسان وبدات كتصل، ومن تما بان ليه البلان يدير شي حاجه ويبدا يهرس الحواجز اللي بينها وبينه، عارف لا اول عليها تما غادي يبقى. صافي، كلها مشى لبيتو حتى ضربات ديك 3 ديال الصباح، وحنان هازه ادم وكتسكت فيه لابسه بيجامه ديال النعاس خفيفه وزوينه، وشعرها دايره له ضفيره من قبيله وهي معاه. الولد طالعه له السخانه وغير كيبكي. صبرات حتى عيات وخرجات غادا لعند الحاجه تفيقها تقول لها زعما شنو دير، ولا تخلعات ما عرفت ما دير على ولدها. مع حلة الباب كتلاقى بجابر اللي طالع في الدروج ومطلع في يدو قرعه ديال الماء، لابس سروال ديال البيجامه بتيشيرت في الكحل. بانت له ماشي هي هذيك، وادم كيبكي ومزنق. سولها مباشره: مالك ياك لاباس؟ حنان وبقوه الخلعه ما ردتش البال باللي راها بلا شال وغير بالبيجامه، وقالت: ادم من قبيله وانا معاه، ما بغيتش تهبط له في السخانه، ما بغيتش نفيق الحاجه، ولكن راه خفت وتلفت. حتى يدو على ادم لقاه سخون طايب. واش من نيتك؟ الولد السخانه كتقدي فيه وانتي جالسه ديك الساعه، اجي لعندي. شدتها البكيه وحتى هي وقالت: ما عرفتش وانا كنتلف معاه. جابر قطعها بلا ما يطول في الهضره: الولد خاصو يمشي يشوف طبيب، ودابا اري لي ساكون ديه. دخلات بلا ما تهضر، جمعات اللي تفكرات بالخف وجات تابعها حتى هبطت للدرج، لقاتو هازو يلا غيحل الباب اللي في الدخله ديال الفيلا. دار يشوفها في نصلات حتى كتبان له كي طلعات كي هبطات، زادت عليه غير داك الصاك ديال ادم. ما حسش براسو حتى غوت رافع صوته وقال: واش غادا ليا هكا؟ طلعي لبسي عليك. حنان عاد فطنت براسها وبالجريه طلعت هزات عبايه وشال اللي لقات ولحقات عليه الطوموبيل. مشى طاير، غير وصلوا للكلينيك وشافوا الطبيب بقاو معاه حتى هبطوا له الحراره، وخرج طمأنهم باللي راه ما فيه والو وعادي وغير سنان. وهادو هما الدراري. حنان نقات بالزربه وقالت: ولكن لا، هو راه ديجا نوض سنينات الاولين وما داروا له حتى شي حاجه. الدكتور ابتسم طمأنهم وقال: هادشي كيوقع عادي جدا. السنان الاولين واخا كيخافوا منهم الوالدين، ولكن كيكونوا اخف ويقدر البيبي مع اللعب ما يحسش بيهم. سي نورمال، ما عندكم مناش تخافوا، ولدكم بخير الحمد لله. صافي هزوه ورجعوا به للدار. طلعوا للبيت وطلع معاهم جابر اللي كان هاز ادم اللي نعس من بعد ما ارتاح، وقال: غير ناسي انا نراقبو هاد الساعتين. حشمت منه وقلت: لا 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 شكرا، صافي انا غنتكلف. جابر اللي نطق بنبره امره: نعسي لا باغا تنعسي، يقضي عندك امتحان ومن قبيله وانتي سهرانه معاه. صافي واحد ساعتين انا غنقابلو فيها، ولا عرفتي شنو، انا نديه معايا لبيتي حتى يصبح الصباح.
لا 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 والله ما نعذبكش معايا، نقد قاطعها وقال: حنان سيري تنعسي يا بنتي وسمعي الهضره. حنان بقات ساكته وحاضيه حتى خرج، سد الباب وهي تجلس فوق السرير، ومن ديك الهضره كامله شدات غير كلمه وحده وقالت: كيفاش عاوتاني؟ كيفاش بنتي؟ واش هذا مره مراتي، مره يغير عليا، مره بنتي؟ انا طريقه نشد معاه. وبقات كتفكر حتى دات عينيها. اما جابر فبقى مع ادم شويه منعسو حداه حتى دا النعاس حتى هو. فقت الصباح حنان وبدات توجد راسها تمشي لافاك، ماشي امتحان اللي كان عندها وانما داك البروجي زعما اللي خدمات هي ولمياء. لبسات عليها ومشات خارجه، دازت لبيت جابر ودقات الباب وبقات كتسنى، عاود دقات وبقات كتسنى، وعاود دقات وبقات كتسنى. وهي تسمع صوت الحاجه من وراها، قالت: بنتي، بنتي حنان صباح الخير. انا اللي تلفت وتوترت ودرت عندها وقلت: كتهضر بالزربه حنان. أه، الحاجه صباح الخير لاباس، غير كندق، بغيت نشوف ادم واش فايق وكيصبح، حيت البارح طلعت لي سخانه ودينا الكلينيك وانا عندي البروجي اليوم. قطعتها الحاجه: ايه ايه، فقت الفجر وقالها لي جابر ولدي: ابنتي غير بشويه عليك، واش ما جاوبكش؟ لا، واخا دقيت وعاودت. مباركه شافت فيها بنصين وقالت: افتح الباب، افتح الباب ودخل. لا لا، ويلا باقي ما فاق. ايوا غير راجلك يا بنتي، دخل دخل، لا يمشي يكون الولد فايق وطيح عليه شي حاجه. شني ولا فيه الشطون؟ قالتها ومشات غادا للدرج تهبط تفطر. بانت ليا الحاجه غادا هابطه ومن نيتها كتقول لي: غير حلي الباب وراجلك من الفوق. اش من راجل هذا؟ واش هادو كتبان ليهم شي حاجه انا ما كتبانش ليا؟ تفكرت ادم، ولدي ادم. حليت الباب وبديت كنطل ونزيد خطوه بخطوه حتى دخلت لوسط البيت اللي كان بدا يكون رجولي. جاب الخشب في القهوي مع الفراش بدرجات البني والباج حتى كيبانوا ليا ناسين. جابر ناعس وطالق يديه منعس عليها ادم وداير المخاد من الجهه الاخرى باش ما يتكركبش. ابتسمت ودمعوا عيني على ولدي اللي ما عرفتش واش غيقدر يلقى حنان الاب ولا لا. سمعت الحاجه جايه داخله بشويه كتطقطق بعكازها، درت عندها وعاودت درت شفت في هذا المنظر وهي تقول: زوينين بزاف الحاجه. جاوبتها صراحه بكل طواعيه وهي تقول لي: وجمع شملك، جمع شمل عائلتك يا بنتي، ولدي حتى هو باغي يدير عائلته، خاصك غير انتي تسعفو وتخليه يدير مجهودو. مسحت دمعتي ما جاوبتهاش. مشيت خرجت بلا فطور، واكيد كيما العاده عمي مصطفى اللي وصلني. داز هاد النهار وتبعوه خير ربي ديال الايام، وهاد النهار رحنا فرحانين. ربحت القضيه وكل شيء رجع ليا، وزهير دخل الحبس وحقير كله رجع. صليت واحد 2 ركعات كنحمد ربي ونشكره، وقررت نخرج صداقه كبيره، المهم ماشي بزاف كبيره، على قدي. وبهذه المناسبة الحاجة اقترحت أننا نسافروا ونبدلوا الجو، وكنت فرحانة بزاف حيت عرفتو راه ما عمري عتبت برا كازا. وإلا قلت لكم كازا نيت وراه ما خرجت ما عتبت فيها. راه من الدار إلا مشينا، انا كنت مشيت مع مرت عمي لشي سويقة ولا الحانوت ولا المدرسة نيشان فقط. ايوا جمعنا حوايجنا واتفقنا نمشيو لطنجة عروس الشمال، انا وولدي والحاجه وجابر ومصطفى وامينه. كانت امينه والحاجه مع مصطفى، وانا وادم مع جابر في الطوموبيل. عرفتهم داروها بالعاني. قال لك لا حق ادم مع الكرسي، كرسي ديال الدراري الصغار ديال الطوموبيل، غيجي غير هو والحاجه نخليه ليهم ونمشي مع جابر. الصراحه كيضحكوني ملي كيقولوا لي سيري مع راجلك. ايوا هزيت ادم وجلست انا وياه اللور، ومع وصلنا للسطاسيون ديال قنيطرة اللي في الخرجة د قنيطرة. هبطنا ناخدو قهوة، اللي بغى قهوة واللي بغى يصلي اللي بغى التواليت حاشاكم. مهم ادم بقى مع امينه. جابر مشى يصلي وحتى انا دخلت نتوضا باش نصلي. ومع صليت ساليت خرجت كيبان ليا غير جابر واقف قدام طوموبيلته وكيهضر في التليفون.
دورت راسي يمين شمال كنقلب عليهم ما بانوش ليا. مشيت وقفت حداه حتى يسالي ونسولو، حتى سمعتو كيقول: والوالده خالتي راه دا دارها تبات هاد الليله غدا نرجعو. لا لا، واش كتعرف عليا؟ انا ما نرد شي اللي جاي عندي ولا نخليه بوحدو وما نكبرش به. صافي، غير سيروا نتوما. وهي تقطع عليه. هبط عينو شاف فيها بنص عين وابتسم، حيد التليفون من يودنيه وقال: طلعي يلا نتحركوا. وخالتي وادم واش سبقونا؟ جابر بقى كيشوف فيها في عينيها مباشرة حتى وترها وحشمها وتزنقات وهي تحضر عينيها. رجعوا لكازا. جات واحد خالتي وما كانش معاهم. بقى فيا الحال حتى حتى نهار انا غنسافر صدقت غنرجع للدار وقلت غنرجعوا ما فيها باس. لا، حنا غنمشيو نرتاحوا يومين ونرجعوا. شفت فيه بصدمة واستغراب. اه، كيفاش؟ دار عطا الشمس بالظهر ومغطيها عليها. هي اللي من قبيله ما كتحلش عينيها مزيان مع الشعر، مخليها كاع ما مكملش شوفها في عيونها اللي سحروه من اول مره طاحت عينو عليهم، وقال: دابا مزيان. زاد بخطوه لقدام. جيتها حتى رجعت حتى هي خطوه ولقات الطوموبيل وراها. جا بحال مقنتها وقال: شنو اللي كيفاش؟ علاش ما غنرجعوش حنا؟ نسافر مع مرتي انا وياها الراس بالراس. دور راسو هكا كيشوف مع جنابو، بان له بنادم بدا كيجي يوقف في ستاسيون، وهو يقول: طلعي خلينا نمشيو يلا نوصلو. حنان طلعت وهي مبلونطيه، مازال كتحاول تستوعب وتفهم، وكتقول مع راسها: واش الحاجه وامينه داروها بالعاني، ولا هو زعما اللي دارها بالعاني، ولا تكون الدعوه اللي دعت لسيدي ربي قاد ليا معاه الطريق تقبلات، وها ربي كيعطيني الطريق منين ندوز. ايه، لاله حنان حتى هي طاحت في الشباك ديال جابر، ولكن شكون يعترف؟ واكيد اكيد انها ما تمشيش دير الخطوه الاولى والثانيه والثالثه هي الاولى، ولكن تخلي له مسافه فين يدير هو هذوك الخطوات الاولين والثانيه والثالثه. المهم صافي، كملنا الطريق، ومره مره كنهضروا على ادم، ولا شويه على القرايه، وشويه بدا يسولني واش عمري سافرت ولا خرجت. المهم كنحس بيه كيجبد معايا المواضيع وكيحاول بصح ديال بصح يتعرف عليا، وحتى انا ما مانعتش. وصلنا لطنجة لواحد الاوتيل اللي كان زوين بزاف صراحه. وشنو غادي نقول لكم موراها؟ دازت هاد 3 ايام واعره واعره واعره، عرفتو ما نقدرش نوصف لكم قداش واعره. صافي، وهذا النهار كنا غنرجعوا للفيلا، وعاد فهمت علاش اختاروا بالضبط طنجة، لانه ديجا جابر كانت عنده هنايا شي ريونيون، وما كنتش متوقعه نمشي صراحه. كان فحال شي افتتاح ديال شي فرع، ديال شي اجونس ديال شي صاحبو هكا. صراحه كان داكشي غزال ورائع. تقديت البارح، خديت واحد اللبسه واحد الكسوه في الاخضر ملكي مع الفولار ديالها، كتجي هكذا كمام وفيها الدونتيل بحال من الفوق من الكمام ومشدوده من الخصر، وغدا وكانت جايه هكذا كلوش بحال شي جوب لاصقه في لوغو ديالها. راكم عارفين ديك الكسوات الحجابيه هكذا طويله ومستوره ولكن انيقه وزويونه. درت مكياج خفيف جدا خفيف، ولكن حاولت نقلد شي حوايج دارتهم كوثر ديك المره فاش دارت ليا المكياج حيت عجبوني عينيا. مهم انا مبتدئه شويه في المكياج وجيت واعره الصراحه. حتى جابر اللي يلاه كان كيتسناني على برا، والصراحه قريتها في عينيه حيت مع خرجت عينيه ما تسحسحوش عليا. جابر صراحه ملي يلاه خرجت بقى حاضيها طلعها وهبطها، جات كتحمق وجا عليها الخضر خطير. داك المكياج واخا درتو خفيف ولكن جا هكا يحمق وبرز ملامحها اكثر. بقى حال فمو كيشوف فيها، بقى كيقول غير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ايوا صافي، مشينا لداك المهم افتتاح غداء اعمال ريونيون، ما عرفتش كيفاش نسميه صراحه. كان داكشي زويون، كانوا الناس بزاف،
وداز داكشي بروفيسيونيل بعقلو هكا. المهم شفت الاجواء ديال الاصدقاء ديال العمل ديالو، وعجبني الحال بزاف انه داني معاه. صراحه كنت اولا مبقى غير في لوطيل. المهم سالينا ورجعنا وحنا كنهضروا اتفقنا من بعد ان شاء الله نعاودو نجيو كاملين باش عاد وتكون عندنا زعما مده طويله في العطله. في الباب ديال لوطيل جايين داخلين كيهضروا كيضحكوا، قابض في يديها وداخلين وهما فرحانين كيضحكوا على شي موقف اللي طرا لهم قبيله. طلعوا في لاسانسور ووصلوا للطابق اللي فيه الجناح ديالهم بزوج، جناح العروسين. ومع حل جابر الباب رجع خطوة للوراء مخلي لها الفرصة باش تدخل هي الأولى. ومع دخلات حنان كتلقى الجناح كله مزين بالورد وبالضواء وخافتين وعاطين واحد المنظر رومانسي غزال. ريحة الورد فايحة في المكان، والطبلة ديال العشاء محطوطة ومقادة على حقها وطريقها. كيتوسطوها جوج شميعات كبار. توسعات ابتسامتها وقالت وهي كدور لعندو ببطء: جابر شنو هاد الشي؟ حتى كتكمل الدورة وكتلقاه هبط على ركبته وهز في يديه بواطة محلولة فيها خاتم. وموراه من بعد ما سد الباب كيبان لاصق فيها واحد ديكور مكتوبة فيه بخط عريض وكبير: Will you marry me بالذهبي. حنان اللي دمع عينيها هزات راسها مرارا وتكرارا معنى اه واكيد للمرة الثالثة. ركب ليها جابر الخاتم وهزها عنقها وبقى كيدور بها وهو فرحان وتا هي فرحانة به. وقال: من النهار الاول وانا عيني عليك، ومن بعد ما عرفتك قلت هاد الانسانة هي ديالي. الا زقلتها مستحيل نعاود نلقاها مرة اخرى. وباش نلقى توأم روحي وحب حياتي في نفس الشخص فانا محظوظ بك حياتي. حنان اللي الصدمة والفرحة والمفاجأة كلشي تخلط عليها، غير كتبكي وحاطة يديها على فمها. عرفات انه باغي يحاول ينجح هذا الزواج، وحتى هي خلات له الفرصة، ولكن ما توقعات انه يفاجئها هذه المفاجأة وما يحرمهاش منها. اللحظة اللي كانت تحلم بها اي بنت مور ما قالت صافي تزوجنا، ما كانش كتوقع زعما عاد يعاود يدير لها البروبوزل. كيف ما كتشاء اي بنت، هي ماشي شي حاجه اللي ضروريه، ولكن حبذا الا كانت فكتفرح الفتيات. بقى كيشوف فيها، حيد لها يديها من فمها وقبض في يديها بجوج وقال لها: حنان مراتي موت ولدي، وان شاء الله نجيبه له خوتو وخواتاتو اللي ونسوه. كان بغيك. حنان بتنخصيصه كتقول له: حتى انا كان بغيك، وحتى انا كان بغيكم. النهايه رابيا لاند مرت من هنا. حنان لقات فارس أحلامها، أو لنقولو السند والكتف الحنين اللي تحط عليها الراس. وجابر كذلك لقى توأم روحه مع حب حياته في نفس الشخص. وانتوما لقيتو توأم روحكم ولا مازال؟ واش كتيقوا ديك المقولة ديال توأم روحك ماشي ضروري يكون هو حب حياتك ولا لا؟ ما تنساوش تخليو لي آراءكم، شنو اللي عجبكم، شنو اللي فقسكم، شنو اللي حيا الجروح القديمة اللي في قلبكم. قصة حنان وجابر والحاجة مباركة، وشكون هي أكثر شخصية عجبتكم ولا ما عجبتكمش؟ وكذلك ما تنساونيش من لايكاتكم وقليباتكم البنات. كونوا معايا سخيات، عافاكم وتهلاو فيا بالقليبات ولي كومونتير. اللي سمعت القصة دير سبسكرايب، راه مازال جايين قصص واحد اخرين ان شاء الله. وكذلك الا قدرتوا تبارطاجيو القصة مع صحاباتكم ولا خواتاتكم حتى هما يسمعوا ويستافدوا. وانا كنواعدكم بقصص اكثر من رائعه وشي حاجه اللي ما دايراش، وماشي غير جديده في عالم القصص، ولكن شي حاجه اللي كترضي ادبانكم وغروركم وذكائكم كمستمعات للقصص. دمتم في امان الله، والى اللقاء في قصه جديده ان شاء الله. اجي انتيا حصلتك، ما حدك بقيتي حتى لهنا.
قولي لي شنو النوع د القصص اللي كيحمقك وكيسالي معاك؟ واش الرومانسية بزاف أولا الرومانسية الواقعية أولا قصص مستوحاة من الواقع بحال أغلب القصص اللي حطيت لي الآن، قصص واقعية مستوحاة من الواقع، غير كنزيدو عليها شوية ديال المهم كندردرو عليها شوية د النزلان باش كتجي هكدا حلوة للاستماع وزوينة وحلوة وهكذا تجيكم خفيفة ظريفة، اولا كوميديا اولا ديال الاكشن اولا ديال المافيا اولا هادشي كله كاين، كله كاين وكل مره كنحاول ننوع، ولكن عطيني انتيا قولي لي رايك ونوع القصص اللي كيعجبوك.